ما بدك شيء امي السلام عليكم. لما تتعلق بانسان بتفيق الصبح ما بتلاقي لا بعت لك مسج لا عم تحاكي يا زلمه. لما توصل لهي المرحله تبع انت متعود على هذا البني ادم، اذا بتفيق من النوم بتكون هي انسان ساعتها نايمه هسه مو بعثت لك ممكن تتضايق. الموضوع مزعج تماما. مزعج جدا. انا عم اقول هيك عبره انا فمرحله بعد الزواج لما يروح الحب هو مرحله اشنع يعني بتصير اذا لا سمح الله يعني الحب بالاخير قال لك الحب كله خيانه. لا يا زلمه لا 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 وقليل تلاقي واحد بيحب حدا. لا يا زلمه هي بالمشرمحي. انا بالنسبه لي لسه الحب والحب ما بيموت اصلا. لو ما موجود الحب نحن ما اجتمعنا اجباري. إيه هذا هي ايه بس حب شاب وبنت حب شاب وبنت قليل جدا. حب الرفقات جدا قليل يا اخي. انا اقول لك كلمتين الرفقات الشباب وليس البنات. اسمع البنات في لك اياها ابو طيب. الحب بده اهله يعني لما بتحس حالك من اهل الحب فوت فيه. انا هيك ما بفوت فيه ولا شو هو اصلا الانسان انا هيك بنظري. هو اصلا الحب بده اهله معلم. عراب الانسان انا بنظري ما فيني يحب الا اذا بيكون بينه وبين نفسه وانا عن واحد انا واحد عن اليوم عن نفسه. انا واحد عن اليوم انا والله ماني قد الحب. ايه عم بقول لك يعني الواحد لازم يكون بينه وبين نفسه بده يطلع بحاله ليك انا هذا الشخص اللي هي اللي تعودتها. بتعرف تعودتها وقتها فيني يروح تعودت شغله. انا قبل انا بحكيك بصراحه قبل مثلا كنت روح حب لحتى اكون مبسوط صراحه بحكيك هيك عمري 19 20 كان همي انه يكون عندي بنات. هذا همي بالحياه يعني. فكنت انا اكون متضايق اقول هلا بحب بنت بس حب البنت البنت بتصير تحاكيني كل يوم نحكي بطلع بشوفها انا رح اكون مبسوط. فاول شهر تنبسط انت لعند المفتي انت متكيف. بعد الفتره بتصير عاده. البنت اذا غابت بتصير انها بترجع زعلانه. فانت هون شو بتكتشف انه البنت هي اللي خلتك مبسوط. فانا هلا متعود انا هلا واصل لدرجه انه انا لسه بحياتي مو مبسوط. فاذا ما انت مبسوط واصل للسعاده اللي انت لازم تكون موجود فيها وانت رضيان عن حالك وعايش السعاده اللي انت لازم تعيشها بعدين تحب. يعني اذا ما كنت مبسوط لا تحب. يعني انت ما تدور على الحب الشيء اللي ناقصك انك تروح يعني مو تجي هي الانسانه تجي تسوي لي احسن. لا انا منيح وهلا انا جاهز. يلا شوف معلم الحب كلمه صح. شوف بالضبط. بس اقول له شغله شوف معلم الحب هو شيء بكمل تكميلي تمام. لانه لا هذا مفهوم طالما بيكمل. طيب تمام اذا انت عم تقول هلا شوف يمكن ما بانه شوف انت ليش بتروح فيها مثلا دغري للسلبي. دي طالما فيها شيء تكميلي معناتها هذا الانسان اذا راح تكميلي يا اخي. شوف الحياه فيها كثير شغلات. عرفت شلون؟ فيها شغلات اهم من السعاده. يعني قديش حلو صح. شو اهم من السعاده الصحه بس يا لك يدير باله على صحتك. جيت معك واذا راح هذا الانسان ما بايدك هو لانه شيء تكميلي. يعني انت جرب بايدك. شوف ما في شيء بيروح اذا ما انت سمحت له. لا اذا انت عامل كل شيء للبنت منيح وفي ثاني يوم لقيتها مخطوبه هذا شو انت عم تحكي عن حالات شاذه. شو لا حالات شاذه؟ لا هي كثير بتصير. اذا هي شاذه كثير حالات حاليا. وانا هلا برايي ليش وينك انت اليوم عم تحكي انه المراه اللي تتركك. ايه طيب وين مفهومك عن الزلمه اللي عم يترك المراه؟ اقسم بالله بهذا الوقت هي انا بحلف انه البنت عم تخون اكثر من الشاب. لا يا سيدي. لا والله. لا يا سيدي. لا والله. لا يا سيدي. وانا ما رح دافع عن البنات. لا حبيبي. لا يا سيدي. انا قبل وربي مو لانه والله مو لانه ورجيك بعينك. ورجيك بعينك. لك انا برجيك خيانات. طيب بكره رح نطلع بالسياره. واذا بنشوف بنت وشاب رح نضلنا وراهم لتترك حبيبها. واذا ما بتروح بالسياره وبتطلع مصاري وبتطلع معك بالسياره انا ما اسمي طارق. حلو. انت عم تحكي عن حالات شاذه. الوقت الحالي يا حبيبي البنت عم تضحك على 2 و3 و4 يا زلمه. لك يا ابن الناس اليوم بزمانك الزلمه عم بس اسمع قبل ما نكفي نحن لا نعمم. اكيد ما بنعمم. عم نحكي نسبه وتناسب. بس البنت بهذا الوقت اقسم بالله بتخون. لا الشاب قبل كان الشاب. لا اليوم قبل الشاب. كان الشاب. لا اليوم الشاب. امتى كانت البنت لكان؟ لا شوف رأيك شغله. مفهوم البنت عن الخيانه ما بيتطور. شلون؟ شوف انا يعني من يومها ليومها من هذاك الزمن لليوم تمام. شوف البنت. طيب انت مين بتسامح اذا البنت خانتك ولا الشاب خان؟ مين بتسامح؟ بسامح البنت. بتسامح البنت؟ لا غلط مفهومه. والله بسامح البنت. طب تعال ناقشك لكان جاوبني جواب صريح بس خلص. صريح. ايوه ربي. احلف بالله. وربي. تمام. اليوم الشاب لنفترض انا مرتبط اليوم بس شوف علي حقيقة نظامي يعني انت طارق الحديث. انا طارق يعني انت طارق شو بالنسبه لي. لا انا جايب لك شاب وجايب لك بنت. انا احكي لك قصه. الشاب
اليوم شاب مرتبط والبنت مرتبطه نفس الوقت، هدول الاثنين مرتبطين، هون شاب وهون بنت، تمام. هذا الشاب خان حبيبته. وين خان حبيبته؟ خان حبيبته بالديسكو. حلو. تمام. اسف على الكلمه اللي بدي اقولها، هي يمكن بشعه. لنفترض طلع من الديسكو هو بنت، راح معاها على البيت، صار شي بيناتهم. ثاني يوم فاق الشاب، بتعرف انت الشاب بس يعمل ايش؟ ثاني يوم فيك ما بيتعرف على البنت اللي كان معها، صح ولا لا؟ صح. يا عيني عليك. هل يعني شو هون الشاب خان البنت بدون مشاعر، خانها بس غريزه، وهذا الشيء غلط طبعا. هل بدك تقنعني البنت بتعمل هي القصه بدون مشاعر مستحيل مع شاب تاني؟ مستحيل مستحيل يا زلمة. مستحيل. البنت مستحيل تنام مع شاب بدون مشاعر، مستحيل. شوف واقف اقول لك شغله. شوف في شيء اسمه غريزه. في نسوان حلو. طيب راح اجي معك واقف. لا تحكي اسمع لا انا واقف بس لا اقنعك حلو. انت اللي وانا كمان اسف لهالموضوع، بس نحن عم نحكي موضوع حساس فبده ينطرق اشياء. اكيد مو كل البنات. ايه البنات اللي بتشتغل شغلات والعياذ بالله. هذا شغل. لكن هو يا زلمه مو نفسها شو تحمل الشغل. لا لا شغل. لا انا راح اجي جاوب. لا انا قفلت الموضوع. لا انا قفلت لك يا الموضوع لانه انت حكيت نقطه مانك مدرك حبيبي، بعلاقة الحب أنا عم بقول لك، وليس وحدة عم تشتغل. قلت لي اخذها احنا وين فتنا باي مواضيع دقيق؟ خلونا قلت لي اخذها من الديسكو. أنا ما بلعب رايح على يا شباب يا شباب خلاص فتنا مواضيع ثانيه، خلصونا سكرونا هذا. وانا ما زلت لا وقف. انا وقف قنعت ولا لا؟ بعطيك الاخر. لا غلط. لا غلط. احكي غلط. شو ايش هو ايه صح انت عم تجاوب صح. انت عم تجاوب. لا بس دقيقه احكي. ممكن اناقش. البنت ممكن تعمل هاي القصة بسببين. بحالتين. ايه يا عندها مشاعر يا اما معتز فلوس. لا يا اما معلم شربينا شيء عاملين لها قصة. ممكن تكون البنت مو بوعيها، بس بنت بوعيها ما عندها مشاعر اتجاه الشاب، اذا بده يطرق مخه وين ممكن اناقش بدون ما أجامل. والله ما اجامل ولا احكي نظام. هو قصده على البنت اللي مرتبطه بعلاقه، لكن البنت اللي خارجه علاقه من الممكن ان أنا عم بقول بعلاقة حب هي وحبيبة. أنا قلت له خيانة. انت عم أنا قلت له خانة حبيبة، هيك قلت له. انت عم تعمم على كل البنات. معناتها هي فيها شو. وقف. هو شو قال فات على الديسكو، شال راح فاق زت ما عرفها. عرفت شلون؟ ورد قال كلمه، قال مستحيل البنت تعطي. هون ما قال مو تعطي. يا مو الله. هيك قال مستحيل البنت تعطي بدون مشاعر. يا حبيبي قلت لك في علاقة شاب وبنت، وفي هون شاب وبنت. هون الشاب خان البنت وهون البنت خانت الشاب. الشاب الأول عامل علاقة مع بنت، ثاني يوم فاق ما بيعرف البنت، ما بيسلم عليها. هيك الشباب. هل تقنعني البنت هون خانت الشاب مع شاب ثاني بدون مشاعر؟ هي مرتبطة؟ مستحيل. مخطط لها ومتأكدة وحاسبة الساعة ومخطط شو بدها تعمل. هو عم يحكي لك على البنت المرتبطة وليس البنت العادية. انا هيك ما عم لك بنت من الشارع. انا عم لك على الخيانة. وبرضه انا مثلا، بس انت هلا ما قربت لي اياها. انا عم بحكي لك على موضوع الخيانة. ليش انا مع البنت؟ انا عم بقول لك ليه بتسامح البنت على الخيانة. يلا مثلا انا اذا صارت قصة بعرف البنت وبعرف الشاب. انا بسامح. والبنت خانت. انا بسامح اذا بعرف الاثنين. البنت ما بتعني لي. شوف لانه انا عندي مفهوم. انا عم اقول لك انت عم تسالني الشاب شو بيعني لك. انا هون شوف، انا عندي مقوله بالرجال وقت بتصير الموضوع بين الزلم تسقط النسوان. يعني انا كنت عم تقلل من قيمتهم للبنات. وقت بتصير الموضوع بالخيانه اكيد بدي اقلل من قيمتها. وشلون بتسامحها؟ لانه ما بتصير ما بتعني لي. لانه انا اذا بدي اعاتبها هي معناتها هي بتعني لي. شو بيعني لك؟ فهمت نقطة. يعني بيسامحها بما معناه بيسامحها روحي. يلا روح. مو بيسامحها بكمل معها. انا عم بقول لك مو. لا ما بقول لك مرتبط فيها، عم بقول لك عمين تحط الغلط. انا عم بقول لك بنت خانت مع شاب خان. اذا بعرف الاثنين ايه انا شوف. هو عم بيقول بسامح البنت. لا معلش لا انا بس ما بكمل معها، انا برميها. اجباري ما حدا حيكمل معها. ايه بس ما بجي بعاتبها ولا 1%. اجباري حدا بيروح على عاتبها. فمعناتها ما بتعني لي خلص. انا مو عنك عم بحكي. لا انا عم بحكي لك عن وجهة نظر اذا صارت معي يا سمح. انا عم بقول لك نحن شفنا شاب عم يخون بنت وبنت عم تخون شاب. مين بتقول معاه الحق؟ انت قلت لي بسامح البنت، يعني البنت معلش. هلا اول شيء اثنين ما معهم حق، بس انت مفهومك. شوف البنت اقوى من الزلمه بهيك امور. شلون يعني؟ يعني البنت مثلا شلون بدي اقول لك، يعني مثل ما انت قلت قادره ترتب الساعه والدقيقه وكذا وكذا وكذا. كله مخطط له بيكون. ايه الشاب اخشن منا بهيك قصص. اجباري. وضعيف اكثر من البنت اسكى.
جد البنت كثير ذكيه